أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا. استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استبعاد عدة أسماء من قائمة الفريق التي سوف تسافر غدا إلى المملكة العربية المغربية، وذلك لمواجهة فريق نادي نهضة بركان المغربي في ذهاب دور النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في مدينة بركان المغربية. تم استبعاد هؤلاء من رحلة المغرب وهم محمود علاء لوجهة نظر فنية، مصطفى الزناري للإصابة في العضلة الخلفية، مصطفى شلبي للإصابة في العضلة الضامة، شيكابالا للإصابة في العضلة الأمامية، عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لعدم القيد، محمود الونش ومحمد عبد الشافي للتأهل بعد الصليبي. البعثة ستسافر صباح غدا الخميس إلى المغرب على متن طائرة خاصة، وتم إعلان القائمة التي ستخوض النهائي الإفريقي. حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين. خط الدفاع: عمر، جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمدة، أحمد فتوح. خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف، روقة، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، سيد عبد الله، نيمار، ثرافيس موتيابا، محمد عاطف، مهاب ياسر، إبراهيم النداي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى، زيزو. خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا. خرج محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتعليق عقب استبعاده من قائمة الفريق خلال رحلة المغرب غدا الخميس، وذلك لمواجهة فريق نادي نهضة بركان المغربي في ذهاب النهائي. يذكر أنه تم استبعاد اللاعب من قائمة المباراة ومن رحلة المغرب لأسباب فنية من جانب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.